السلام عليكم. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هنتكلم على ازاي قدرت اقفل في ماده الكيمياء في ثانويه عامه 2025، وازاي انت كمان تقدر تقفل، وايه الطريقه الصحيحه اللي انت تتعامل فيها مع الكيمياء. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعملها لايك وشير الفيديو مع اصحابك وتعمل الاشتراك في القناه عشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات الجايه لكل المواد في الثانويه العامه، وازاي تتعامل مع اي ماده ان شاء الله هتنزلها على القناه. فيلا بينا. وان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن 4 مواضيع، وهي خالد صقر ولا عبد الجواد، 2 احسن كتاب تحل فيه، 3 ازاي تذاكر الكيمياء بطريقة صحيحة، و4 ازاي تحل وتستفاد من كل حاجة انت حلتها. اول حاجة نبدأ بيها الفيديو هي خالد صقر، مستر خالد صقر يعني ولا مستر محمد عبد الجواد. اولا المقارنة المفروض بينهم تعتمد على 3 حاجات. اول حاجة تشوف انت بتفهم من مين. يعني انت بتفهم من خالد صقر، خد مع خالد صقر. تفهم من عبد الجواد، خد مع عبد الجواد. حاجة بسيطة يعني. طب انت لو بالنسبة لك الدنيا ده بفهم من ده وبفهم من ده، الاتنين عاديين بالنسبة لك، خد مع خالد صقر. ده لعدة مميزات يعني خالد صقر بيتميز بيها عن مستر محمد عبد الجواد. أول ميزة بيتميز بيها مستر خالد صقر عن مستر محمد عبد الجواد هي إن في حصته كل حاجة في ليها علاقة بالدرس بيشرحها، يعني نظري عملي مسائل، كل حاجة في الدرس بيشرحها لك. يعني عند مستر خالد صقر مفيش معلومة أهم من معلومة، طب المعلومة موجودة في الدرس بيشرحها كلها وبشكل مبسط ويقعد يعيد ويزيد فيها. تاني حاجة وإن مستر خالد صقر في الحصة بيقعد يقول تريكات كتير. حتى دلوقتي الحصة بتاعته بقت طويلة، يعني احنا مثلا حصتنا كانت بتبقى ساعتين وربع، دلوقتي الحصة بقت 3 ساعات. ليه؟ لأنه بيقعد يزود كل سنة عن اللي قبلها تريكات في الشرح، فدي بتميز الطلاب. تالت حاجة ودي أهم حاجة، ان مستر خالد صقر بيحل مذكرته وبيحل كتاب الامتحان وبيحل مندليف. كتاب مندليف ده كله على نفس الدرس. اما المستر محمد عبد الجواد بيحلش غير اسئله مذكرته بس، اللي هي بتكون 50 سؤال، في حين خالد صقر زي ما قلت لك بيحل 3 كتب اللي هي مذكرته وكتاب مندليف وكتاب الامتحان. طب انا لو هرشح حد، خالد صقر ولا عبد الجواد؟ خد مع خالد صقر. خالد صقر بيهتم بكل حاجه في الدرس زي ما قلت لك. ولما بيجي يحل اسئله مثلا في المراجعات النهائيه، في المراجعات بعد الفصل، بيجيب اسئله مستويات عليا، بس دي اللي بتيجي في الامتحان. يعني الامتحان في 2025 ده كان اصعب امتحان جه في النظام الحديث في الكيمياء. يعني هما كان 46 سؤال، يعني ممكن اطلع لك 40 سؤال كلهم من عند خالد صقر. خالد صقر بيحل لك اسئله مستويات عليا، بس دي اسئله امتحانات فعلا، وده اللي جه في اخر السنه. اما مستر محمد عبد الجواد بتجيب اسئله اوفر، يعني ممكن السؤال تقعد تحل فيه تلت ساعه وملوش ستي لازمه. اسئله استعراضات اوفر ما بتجيش في الامتحان. يعني انت ممكن تحل السؤال عنده في 20 دقيقه، فانت كنت ممكن تحل عند خالد صقر 10 اسئله كلهم يجوا في الامتحان. فدي ميزه كمان بيتميز بيها خالد صقر عن محمد عبد الجواد يعني. تاني حاجه ايه احسن الكتب بقى اللي انت تحل منها؟ عندك كتابين. لو هتجيب كتب لازم تجيب واحد منهم او تجيب الاتنين لو انت مش هتحل مذاكره المدرس بتاعك. اول كتاب كتاب مندليف، تاني كتاب التفوق. الاتنين دول احسن كتب تقدر تحل بيها في ثانويه عامه في الكيمياء. كتب متميزه جدا، اسئلتها كلها حلوه، اسئلتها يعني في مستويات عاديه متوسطه عليا، كل المستويات دي بتيجي في الامتحان. وده اللي حصل بالفعل في 2025، نفس مستوى امتحان 2025 كان نفس اسئله كتاب مندليف ونفس اسئله كتاب التفوق. فانت لو عاوز تحل مندليف والتفوق. طب مندليف ولا التفوق؟ هما الاثنين هما يعني ايه، ممكن التفوق يزيد شويه نسبه الاسئله المستويات العليا في التفوق تكون اعلى. فانت لو عاوز تحل، لا تحل ده لا ده. يعني انا بميل ممكن شويه للكتاب المندليف، لانه فيه مستويات كتيره ولكن مستويات مختلفه يعني. ولكن مندليف والتفوق هما الاثنين حلوين جدا. لو عاوز تجيب ده او ده هاته، او عاوز تجيب الاثنين وما تحلش مذاكره المستر زي ما تحب. يليهم كتاب الوافي. كتاب الوافي سمعت ان كذا مدرس بيقول عليه حلو، بس انا الصراحه ما جربتوش، بس بيقولوا كتاب الوافي متميز يعني. كتاب الامتحان ده يعني في الكيمياء مش حلو قوي يعني الصراحه. اسئلته سهله، يا اما بيأفور خالص يا اما اسئلته تبقى سهله. فبالنسبه لي ما تجيبش كتاب الامتحان في الكيمياء، هاته في الفيزياء. ولسه في فيديو الفيزياء ان شاء الله نبقى نتكلم. ولكن في الكيمياء مندليف وتفوق، مفيش احسن من الكتابين دول، مندليف وتفوق، ومعاه مذكرات خالد صقر وانت تقف معاه. تالت حاجة بقى ازاي تذاكر الكيمياء بطريقة صحيحة. أول حاجة لو أنت بتاخد أونلاين فده أفضل في الكيمياء، وأفضل في كل المواد يعني، بس بتكلم دلوقتي على الكيمياء. أول حاجة أنت بتاخد مع مدرس مثلا خالد صقر، وأنت بتسمع الحصة أفضل طريقة تذاكر وأنت بتسمع بيها الحصة هي إنك تكتب كل حاجة المستر بيقولها. ولكن ما تكتبش، يعني مثلا ما تلبس سماعات والمستر عمال يكتب على السبورة وأنت لابس سماعات وعينك في السكتش وعمال تكتب 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 تكتب. لا، المستر بيشرح جزئية انت تفهمها
معاه وتركز معاه، وبعدين توقف الفيديو وتقعد تكتبها، او مثلا تكتب وهو بيشرح، بس لازم تكون فاهم كل كلمة انت بتكتبها، لان دي يعني 90% من مذاكرتك. فدي افضل طريقة ان انت تذاكر جوه الحصة، تذاكر وانت بتسمع الحصة. طب لو انت بتاخد سنتر، وانت بتاخد سنتر الميزة دي مش موجودة قوي، اللي انت تكتب ورا مدرس يعني مش هتعرف تركز بين حاجتين. ليه؟ ان في الاونلاين الفيديو انت تعرف توقفه ترجعه تعمل فيه اللي انت عاوزه. اما في السنتر المستر لايف قدامك عمال ما ينفعش مثلا انت لو كتبت فضلت تكتب والمستر شرح حاجه انت ما خدتش بالك منها، مش هينفع ترجعه. فانت في السنتر تقعد بعيد عن صحابك، تركز جدا 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 والمستر بيشرح، وتحاول تحفظ كل حاجه وهو بيشرحها، وتفهم فيها كل حاجه. واول ما تروح من البيت تذاكر على طول، وتحاول تلخص انت الدرس مع نفسك، تذاكر من مذاكره المستر او كتاب انت عاوز تجيبه. لو عاوز كتاب شرح، شفت كذا مدرس بيشكر فيه، كتاب ثانويه عام، كتاب كيمياء ثانويه عام اسمه كده، حرفيا الكتاب ده متميز جدا. ولكن اللي انت تكتب ده افضل من الكتاب، ان انت تقعد تكتب ورا المدرس وتزود انت التركات اللي هو بيقولها، وكمان حاجات هنقولها في طريقه حل الكتب، كل ده هيفيدك جدا. فدي كانت اول حاجه، ان انت تكتب ورا المدرس لو اونلاين، عشان ده بيثبت المعلومات. ولو انت في السنتر تحاول تركز معاه، ولما تروح تذاكر على طول وتلخص الدرس. طيب انت خلصت حصه الاونلاين او روحت من حصه السنتر، تذاكر ازاي؟ انسب طريقه للمذاكره هي انك تشرح لنفسك، تجيب الكتاب قدامك، سواء كتاب زي ما قلت لك لو انت في السنتر ومش عارف تكتب بقى في السنتر عشان المستر مش هتعرف تواظب بين الكتابه واللي تسمع المستر، او انت كتبت ورا المستر في الاونلاين بطريقتك. تجيب الكتاب او السكتش اللي انت كتبت فيه، وتحاول تشرح بيها لنفسك بالطريقه العاميه، كأنك انت المدرس، واشرح لنفسك كل حاجه. هات الدرس من اوله اقعد اشرحه، لقيت فيها حاجه حفظ جرب اقعد احفظها. حاول تخترع انت شعوذات لنفسك تسهل عليك الحفظ. وكمان مستر خالد صقر ومستر عبد الجواد يعني متميزين في الحاجات دي، لو في حاجات حفظ هتعرف تحفظها. وكمان في ميزه اصلا، يعني الحاجات الحفظ ما تقفش قدامها كتير. يعني مثلا الواحد يقول لك انا مش بعرف احفظ المعادلات، الالوان الرواسب في الباب التاني كتير، كل ده موجود في ورقه المفاهيم. طب هتقول لي ورقه المفاهيم بتضيع وقت في الامتحان، اقول لك اصلا انت تحل بيها دلوقتي. مثلا انت خلصت الدرس مش عارف تحفظ، في حاجات حته معينه مش عارف تحفظ، هتجيب ورقه المفاهيم تنزلها على التابلت تحطها قدامك، وانت تقعد تحل في الكتاب او المذكره، وورقه المفاهيم جنبك، وتشوف منها اي حاجه انت عاوزها. هتقول لي طب في الامتحان ممكن الوقت ما يسعكش، اقول لك اصلا وانت طول ما انت بتقعد تحل المعلومات بتثبت، وانت بتحل هتقعد تثبت. وكمان في الطريقه اللي هقول لك ازاي تحل وتستفاد اكبر استفاده، والمعلومات كلها تثبت ان شاء الله في في الجزء الجاي ان شاء الله. فدي يعني لو حاجه كانت واقفه معاك في الحفظ، حاجه فهم تحاول تفهمها لنفسك، تسهلها على نفسك. زي ما قلت لك حاول تربط مثلا الحاجات بحاجات مضحكه مثلا تثبت في الدماغ. ده لو انت وانت بتذاكر مع نفسك وانت بتشرح لنفسك يعني، اي حاجه ما عرفتش تفهمها او نسيت ازاي بتتفهم، او نسيت هي ايه وانت بتذاكر لنفسك او بتشرح لنفسك، كلم على طول الدعم لو انت في الدعم العلمي لو انت على المنصه. او شوف لو المدرس بقى عامل لكم جروب، مدرس انت عامل لكم جروب تسال فيه اللي انت عاوزه. فدي كانت انسب طريقه يعني للمذاكره، وهي ما فيهاش لعب كتير يعني المذاكره، بس اللعب كله في ازاي تحله، ده اللي هنقوله دلوقتي. رابعا واخيرا واهم جزء، ازاي تحل وازاي تستفيد اكبر قدر ممكن من الاسئله اللي انت بتحلها. بص، اول حاجه انت خدت الحصه مثلا يوم السبت، تذاكر الحصه ماشي. تذاكر الحصه زي ما قلت لك بتتذاكر ازاي. بعدها على طول تروح جايب مذكره المستر، تفضل تحل فيها معاه. لو المستر ده اونلاين انصحك تحل مثلا 5 اسئله، وبعدين المستر كده كده بينزل لكم فيديو حل المذكره، تحل اول 5 اسئله، وبعدين تشوف المستر وهو بيحلهم. طب ليه انا ما احلش انا مع نفسي واعلم من موديل انسر؟ يعني لكذا سبب. اولهم هي انك لما بتسمع المستر وهو بيحل السؤال وانت كمان حليت السؤال، السؤال ده لو كان فيه معلومة فهم معلومة حفظ، كل ده بيثبت المعلومات في دماغك. احنا كل طرق الحل او كل طريقة الحل اللي احنا هنقولوها ده كله علشان يثبت المعلومات. فكل حاجة يعني هدفها الرئيسي ان انت تثبت المعلومات عشان ما تنساهاش على المدى البعيد يعني. وزي ما قلت لك انت حليت السؤال، شفت المستر وهو بيشرح السؤال وهو بيحل تاني، فده بيثبت المعلومة. تاني حاجة، انت ممكن سؤال انت تحله بطريقة، تروح المستر يحله بطريقة تانية، فانت هتستفاد الطريقة التانية او تستفاد فهم حاجة جديدة. طيب ما انا حليته بطريقة تانية خلاص بقى مش لازم الطريقة التانية. في اسئلة
ممكن ما تحلش غير بالطريقه اللي المستر قالها لك. فانت عشان كده لازم تلم بكل الطرق على قدر الامكان، يعني تلم بكل الطرق اللي بتحل بيها السؤال. تاني حاجه بقى، ودي اهم حاجه وانت بتحل المذكره بتاعه المستر او الكتب الخارجيه زي ما قلت لك، مندليف او التفوق، هي انك اهم حاجه في الاسئله اللي انت بتغلط فيها فكرتها. اي سؤال غلطت فيه تفهم فكرته، تفهم فكرته. وزي ما ظاهر لك دلوقتي على الشاشه بقى، تجيب السؤال انت فهمت فكرته، تحاول تصيغ السؤال بطريقة عامية او بطريقة سهلة، وتجيب سكتش لكل مادة، او سكتش زي ما بقول دلوقتي على الكيمياء، تجيب سكتش للكيمياء وتكتب فيه الباب الاول، الدرس الاول، وكل سؤال انت وقعت فيه، سؤال مثلا فكرته حلوة فعجبتك، انت مثلا ممكن تكون حلته صح وحلته غلط، بس سؤال اللي وقعت فيه سؤال فكرته حلوة، لفظ في السؤال ما كنتش عارفه، اي حاجه ما كنتش عارفها، او اي حاجه جديده المستر ضافها وانت بتحل، او حاجه معلومه جديده عرفتها في الحل الاسئله، تجيب زي ما قلت لك سكتش وتكتب فيه الباب الاول الدرس الاول، وتروح كاتب كل ده، تكتب واحد كذا 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 زي ما ظهر لك دلوقتي مثلا على الشاشه. مثلا كان اول حاجه كتبتها في السنه، كان في سؤال كان عاوز حاله اكسد الاقل طاقه. انا ما كنتش عارف يعني ايه يعني ايه الاقل طاقه، فطلعت الاقل طاقه معناها الاكثر استقرارا، فانا ما كنتش عارف. فتروح جايب السكتش كاتب رقم واحد، لما يقول لك عاوز حاله التاكسد الاقل طاقه معناها اللي هو عاوز الاكثر استقرارا. يعني مثلا سؤال رقم اتنين او تلاتة، مش عارف انا كاتبه رقم كام في الورقه اللي ظاهره لك دلوقتي. كان في معلومة استفدتها وأنا بحل، إن السبيكة الوحيدة اللي بتتميز إن العنصرين بتاعها المستوى الفرعي دي ممتلئ بالإلكترونات، هي سبيكة النحاس الأصفر اللي هي بتتكون من الخرسيل والنحاس. فدي انا كنت كاتبها ليه معلومه جديده، والمعلومه دي السؤال ده بالنص جه في 2025، ودي كانت اخر سؤال رجعته قبل ما انزل، عشان الحاجات اللي احنا بنتكتب دي ليله الامتحان، او مش ليله الامتحان، صبح الامتحان اول ما تصحى تروح جايب كل ده قرأه، لو مش هتلاقيهم كتير يعني ان شاء الله، وكتر اللي انت تقعد تقراهم فهتعدي عليهم بعينك كده بسرعه، مش هياخدوا منك نص ساعه. فدي كانت اخر حاجه اشوفها ولقيتها في الامتحان، كان تالت سؤال. فانت زي ما قلت لك تحاول تكتب كل حاجة انت ما كنتش فاهمها، او فكرة جديدة كده تكتبها في السكتش عشان بعد كده ترجعها. دلوقتي انت خلصت حل مذكرة المستر، زي ما قلت لك مثلا يعتبر اللي احنا النهارده السبت، يوم التلات انت دلوقتي مثلا لو معاك المذكره بتاعه المستر وكتاب، فده لازم الكلمه لازم تحل فيها كتابين، يا اما مذكره المستر وكتاب، يا اما كتاب مندليف وكتاب التفوق، او مذكره المستر وكتاب مندليف، او مذكره المستر وكتاب التفوق، او لو جاب الكتابين وفكتك من مذكره المستر. هتحل حاجه يوم السبت. يوم التلات تجيب الكتاب تاني، او المذكره اللي انت كنت كاتب فيها، او السكتش اللي انت كنت كاتب فيه، وتبدا تقرا الدرس تاني وتراجعه، وبعد كده تحل الكتاب اللي انت هتحله يوم التلات، وبنفس الطريقة وبنفس دي اهم حاجة. اي فكرة جديدة، اي معلومة جديدة ما كنتش تعرفها زودها واكتبها بالطريقة العامية، بالطريقة العامية ما تجعلصش الكلام، بالطريقة العامية عشان لما تيجي تراجعها يعني تبقى سهلة، تبقى سهل ان انت تفتكرها، سهل لا تثبت في الدماغ. طب ليه ان انا دلوقتي ما احلش الكتاب، انا حصيت السبت، ليه ما احلش المذكره السبت، ما احلش الكتاب السبت؟ كل ده مش هتستفاد بيه اكتر زي ما بتستفاد منه لما اتحليت السبت وبعدين حليت التلات. ليه؟ لانك لما تقعد تذاكر الحاجه او تراجع الحاجه على المدى البعيد، ده بيثبت اللي بيثبت المعلومات بطريقه حلوه جدا. فدي كانت انسب طريقه اللي انت تحل فيها الكتب، اللي هي طريق الاوقات المتباعده، تحل مره السبت ومره التلات، مثلا مره الحد ومره الاربع كده. وطبعا اهم حاجه ان انت تقعد تكتب الافكار زي ما انا قلت لك، لانك المستر مثلا عمل لك امتحان شامل، والله المستر كان بيقعد يعمل لنا ورشه تبقى مثلا بالاربع ساعات شرح ومعاه 3 ساعات حل وبعدين امتحان شامل. حته الشرح دي ما كنتش باجي لها خالص، ما بسمعهاش، بوفر ال4 ساعات بقى، بعمل ايه بقى في ال4 ساعات دول؟ كنت بجيب السكتش اللي انا كاتب فيه، وبكون كاتب فيه كل حاجه طبعا في الدرس زي ما كنت بكتب ورا المدرس، تبدا انت تذاكر وتشرح لنفسك تاني، مش هيكمل معاك ساعه، وهتستفاد استفاده اكتر من المستر اللي عمال يشرح في ال4 ساعات، وفي معلومات كمان بيسيبوها عشان دي المراجعه. وبعد ما تخلص انت مع نفسك تحل قصدي تذاكر من السكتش، تجيب الاسئله او الافكار اللي انت كنتش عارفها اللي انت كاتبها في السكتش على الباب ده، وتبدا انت تذاكرها مع نفسك، وخلاص كده انت كده دماغك عليت.
كده هتخش على فيديو الحل، او تحل على الباب كامل، او تحل الامتحان الشامل، وانت حرفيا دماغك يعني احسن من اللي فضل يسمع الورشه دي ساعات كتير. وبس، ده كان فيديو النهارده بقى. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب في القناه، عشان المواد الجايه ان شاء الله هنزل لك ازاي تتعامل معاها، وتشارك الفيديو لاصحابك وبس. ولو عندك سؤال، اي سؤال اكتبه تحت في التعليقات وهرد عليك. وبس، ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم.